ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل لكم احلى اكل النهارده. طبعا الكل بيحبها، مفيش حد ما بيحبش الكابوريا، وان شاء الله جايبه لكم احلى كابوريا. لقيتها في السوق النهارده فقلت اما نجيب ونعملها معاكم ان شاء الله. هي مش كبيره قوي، بس بصراحه لما بقول له هي مش كبيره، قال لي صدقيني الصغيره بتبقى احسن من الكبيره. كل ما يفتحها يلاقي فيها ايه البطاريخ اللي الناس بتحبها دي. بصراحه لقيتها حلوه والناس كلها بتاخد منها، قلنا نجيب ونعمل لكم النهارده احلى كابوريا. طريقتها جميله وطريقه سهله ان شاء الله، وهوريكم احلى كابوريا بتتعمل ازاي. انا غسلتها غسله حلوه، لازم تمسكيها تغسليها بنفس الطريقه عشان لو في رمل. اهم حاجه تنضفيها تنظيفه حلوه. شوفوا انا مسكتها غسلتها غسله حلوه عشان الرمل ما يبقاش فيها. تغسليها وبعد كده بتصفيها من الميه. انا غسلتها واللهم صل على النبي، طبعا اهوت ما عادش فيه رمل ولا فيه اي حاجه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، وحلوه. وكانت بصراحه يعني ايه، لقيتها بقول له طازه، قال له اي هي طازه. هي زي ما انتم شايفين انا كده غسلتها، هنركنها على جنب وهرجع اوريكم احنا هنعمل ايه. معايا حله فيها معلقتين زيت حلوين كده، معايا بصلايه قطعتها بنفس الطريقه، لو عاوزه تقطعيها جوليان قطعيها، بس انا قطعتها كده حتت صغيره. هنديها يعني ايه لون كده، مش هنحمرها، احنا يا دوبك بس هندبلها بس زي ما انت شايفه. لازم تدبليها. جيب معلقه تانية عشان ما نعملش صوت. زي ما انتم شايفين هتفضلي تقلبي فيها كده. وبعد كده انا معايا مع البصله عملت 4 فصوص توم، بس مش هحطهم دلوقتي الا لما البصل يهدى شويه. اهوت زي ما انتم شايفين نقلب تقليبه حلوه. طريقتها جميله قوي قوي وهتعجبكم باذن الله. زي ما انت شايفه كده خلاص البصله دبلت. هنحط الثوم زي ما انت شايفه، هنقلب بس حاجه بسيطه زي ما انت شايفه كده اهوت. وبعد كده انا غسلت الكابوريا زي ما انتم شايفين. هنحط بقى، شوفوا انا حطيتها. بعد كده معايا طماطمتين قطعتهم حتت صغيره، ومعايا قرنين فلفل، ومعايا الشطه الحلوه ديت، بس مش هحطها كلها لان لقيتها حاره قوي، فانا حطيت منها حته صغيره. في نفس الطريقه زي ما انت شايفه. احنا هنحط ايه بقى؟ هنحط فلفل اسمر، وهحط بهار السمك زي ما انت شايفه، وهحط شويه كمون، حاجه بسيطه من عندي انا بابريكا زي ما انت شايفه. هنعمل ايه بقى؟ شويه ملح بس اهو زي ما انت شايفه. هنديله تقليبه زي ما انت شايفه كده اهوت عشان ما تتبهدلش معاكي. شوفوا حاجه بسيطه، هديها تلوحه زي ما بيقولوا. وبعد كده هي معلقه كوبايه ميه، بس كوبايه ميه بتغلي. عامه الكابوريا ما بتحبش الميه الكتير، ما هي زي الجمبري. يعني الجمبري ممكن شويه تزودي الميه، لكن دي ممكن طبق واحد بس لو انت عاوزه تعملي شوربه. احنا دلوقتي هسيبها بس 5 دقايق. الله على الريحه الجميله، بسم الله ما شاء الله. ريحتها طلعت اهي لعشاق الكابوريا اللي بيحبوا الكابوريا. كده خلاص، كده خلاص. انا هحط كوبايه ميه واحده بس زي ما انتم شايفين اهي. هنسيبها بقى اهي. شوفوا في الشوربه كتير، تاخد لها غلوه واحده وبعد كده 10 دقايق بس وتقوموا مطفيه عليها. طبعا معروفه ان ما بتاخدش سوا كتير. وهرجع تاني اوريكم احلى كابوريا. كده خلصنا، 10 دقايق خلصوا. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى ايه الحلاوه دي وايه الريحه الجميله دي؟ بصراحه ريحتها لا زفاره ولا اي حاجه خالص. بالحق ساعه ما بغسلها بتعصر عليها ليمونايه، ده بقى مفيش اي ريحه زفاره بصراحه، والريحه جميله قوي قوي. ولا الشوربه بتاعتها هي جت حرقه شويه بس بتبقى حلوه قوي. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.